لو انتي مليانه او رفيعه قوي ده مش معناه انك وحشه، بس ده بكل بساطه ممكن مع الوقت يتحول لجوه دماغك انك وحشه بعيدا عن الضغوطات اللي المجتمع بيفرضها عليكي، وده بسبب ان حضرتك بتلبسي لبس مش مناسب ليكي. كتير جدا وهم عندهم مشكله مع جسمهم ايا كان بيخططوا ان هم يخسوا او بيحاولوا ان هم يزيدوا، بيبقى عندهم كونسبت لما اخس هبقى اجيب لبس حلو، لما ازيد هبقى البس حلو. بس من هنا لساعتها انا بلبس اي حاجه بلاقيها قدامي، سبيشالي لو هو ده اللي موجود في الماركت. ودي الغلطة اللي أنا شخصيا لمدة 10 سنين كنت بغلطها في حياتي، إن أنا ألبس أي حاجة ومتخيلة إن أنا لما أخس ساعتها أقدر ألبس ويبقى شكلي حلو. طب من هنا لغاية لما أخس وضعي النفسي إيه وأنا كل يوم بنزل من بيتي شكلي مش حلو؟ وعلشان كده انا جايه اقول لكم ان مفيش سايز معين ان انت يبقى شكلك حلو وتخرجي حاسه ان انت مبسوطه بنفسك. كل ما انت تحسي ان انت مبسوطه بنفسك هيبقى عندك حب وطاقه اكتر ان انت توصلي للشكل اللي انت عايزاه، ايا كان عايزه تزيدي عايزه تخسي انت حره. لكن لو انا فضلت كل يوم بخرج من بيتي شكلي مش حلو، او حتى بيني وبين نفسي انا ما بهتمش بنفسي ومستنيه اللحظه اللي هتيجي علشان انا يبقى شكلي حلو وساعتها هنبسط، انا اسفه بس الطاقه مش هتساعدك ولا عمرها هتموتيفيت حد ان هو يوصل لحاجه احسن. فاهتموا بشكلكم واهتموا بنفسكم، لان الجمال ملوش سايز واحد، الجمال بيجي في كل الاشكال.